قبل ما نقول مشكلة النهاردة، يا ريت نصلي على النبي كلنا في التعليقات. وكمان ما تنسوش تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك باسم مشاكل وحكايات في حياتنا #هبة حنفي، وتتابعوني على قناتي على اليوتيوب باسم مشاكل وحكايات في حياتنا #هبة حنفي. ويلا خلونا ندخل في مشكلة النهاردة علشان ما اطولش عليكم. انا بنوتة من اسرة فقيرة، انا عندي بنتين وولد واحد، يعني احنا 3 بنات وولد. والدي راجل على قد حاله، بيشتغل مرتبه يدوب بيكمل الشهر او كمان ما بيكملش الشهر، مرتبه ضعيف. امي كانت ما بتشتغلش، سيدة قاعدة في البيت، وبابا هو كان العائل الوحيد علينا، هو اللي كان بيصرف علينا كلنا. انا اخدت دبلوم تجارة. بعد ما اخدت دبلوم تجارة قلت ايه، انا عايزه اشتغل علشان اساعد ابويا وامي في المصاريف. ابويا تعبان جدا والمصاريف كتير والدخل مش بيكفي، فانا لازم اتحمل مسؤوليه نفسي، اجهز نفسي واشتري جهاز لنفسي، وكمان اساعد ابويا وامي في مصاريف البيت. فانا قلت ايه، انا دلوقتي هشتغل بالدبلوم. انا هشتغل ايه بالدبلوم والدخل هيكون قليل جدا؟ لا، انا لازم اكمل دراسة واخد مثلا معهد تمريض، ادخل معهد خاص بتاع التمريض، علشان انا عايزة اشتغل في ممرضة في المستشفى، ويكون دخلي اكتر شوية، اقدر اجهز نفسي وكمان اقدر اساعد بابا في مصاريف البيت. بالفعل انا خلصت دبلوم تجارة ونزلت اشتغلت في محل كده صغير بتاع ملابس، وكنت بروح معهد التمريض واكمل دراستي في معهد التمريض. اخدت 2 معهد التمريض، ده معهد خاص، واتخرجت الحمد لله. اتخرجت وقلت خلاص ربنا هيتوب عليا من الشغل اللي بالملاليم ده. كنت شغالة بالدبلوم بمرتب ضعيف قوي، ما كانش بيكفيني انا اصلا. قلت خلاص انا هروح اشوف اي مستشفى خاصة واروح اشتغل فيها ممرضة. طبعا انتوا عارفين ان الممرضة في المستشفيات الخاصة بتشتغل بالساعة، والساعة برقم، بدل اللي انا شغالة بالدبلوم بمرتب ضعيف. بالفعل قعدت اروح ادور في المستشفيات، مستشفى ورا مستشفى، اقدم ورقي مستشفى ورا مستشفى، لحد ما جالي وظيفة ممرضة في مستشفى خاصة. اشتغلت بالفعل في مستشفى اسمها معروف جدا، ومستشفى غالية قوي، يعني ايه، مستشفى كويسة ومرتبها كويس، ومستشفى اسمها معروف قوي وغالية. يعني الناس اللي بتروح مثلا تعمل عمليات او تكشف هناك بيبقى الكشف برقم، وكمان الاشاعات والكلام ده. المستشفى غالية جدا، وكمان الموظفين اللي شغالين فيها بيقبضوا كويس قوي. قلت الحمد لله ربنا سخر لي ولقيت شغلانه زي كده، انا هشتغل بقى واصرف على نفسي، وكمان اساعد بابا في المصاريف، وايه الدنيا ايه هتبقى تمام معايا. استلمت الشغل، وبالفعل عدى يوم ورا يوم ورا يوم، شفت حاجات مفيش اي حد يتخيلها في المستشفى دي من البنات الممرضات وكمان الشباب التمريض. اللي شفته ما كانش يعجبني ولا يرضيني ولا يرضي تربيتي ابدا. انا كنت متربية واخدة على الحلال والحرام والغلط والصح. لما رحت اشتغلت ممرضة لقيتهم ما يعرفوش اي حاجة عن الحلال ولا عن الحرام ولا عن الغلط ولا عن الصح. لقيت البنات والشباب، انا كنت شفت بشتغل بالليل، لقيت البنات والشباب بيضحكوا مع بعض، كمان باللمس، لمس ايد وضحك وضحك بصوت عالي، وكمان يبعتوا لبعض افلام سكس، افلام اباحيه، البنات والشباب على الموبايلات ويفضلوا يتفرجوا. انا كنت ببقى متاخده كده وقاعده بعيد وماليش اي صحاب، حتى البريك باخده لوحدي، الاكل باكل لوحدي. هما كمان صحابي اللي في الشغل دول ما كانش عاجبهم تصرفاتي وردود افعالي، ان انا دايما مكسوفه، ان انا دايما خجلانه، ان انا دايما رافضه تصرفاتهم. جه في يوم انا قعدت اتكلمت معاهم، وده غلط، وايه اللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش، وده ما يصحش، وده حلال ولا حرام، وده حرام. قالوا لي انت معقده، انت ايه اللي بتقوليه ده، انت واحده معقده، انت هو لسه في حد بيفكر زيك؟ وقعدوا يضحكوا ويتريقوا عليا، ورفضوا ان هم يقعدوني او يسمعوا لي، وكانوا دايما متجاهليني وكاني مش موجوده، ومش عاجبهم تصرفاتي. هم كانوا مش عاجبهم ان انا رافضه تصرفاتهم ورافضه الحاجات الغلط اللي هم بيعملوها.
بجد كنت تعبانه جدا. مش عارفه اعمل ايه. انا ما صدقت لقيت الشغل ده. انا صرفت كمان كتير في المعهد ده السنتين على بال ما اخدت الشهاده الممرضه، وكمان تعبت على بال ما لقيت الوظيفه دي. طب انا اعمل ايه؟ انا مش مرتاحه في شغلي. طب وبعدين دلوقتي انا بعد ما اشتغلت بقالي كام شهر، دخلت في جمعيه وجبت حاجات في جهازي بالقسط، وكمان التزمت بمصروف بديه لامي كل شهر بساعدها في البيت. فدلوقتي عليا جمعيات وعليا اقساط وعليا حاجات. انا عدت الايام يوم ورا يوم. انا كنت انا الوحيده اللي مش عاجبني تصرفاتهم. هما كمان كانوا بيبصوا لي باستغراب، مش عاجبهم تصرفاتي، مش عاجبهم ان انا مش داخله معاهم في المود، ان انا بعلق على كل تصرفاتهم، ان انا مش عاجبني وضعهم، مش عاجبني التجاوزات اللي بيعملوها. لمس بقى، ممكن تلاقي بنت نايمه جنب ولد على السرير بالليل، ضحك وهزار يعني حاجات ما ترضيش ربنا ابدا. صور بيبعتوها لبعض وفيديوهات. طبعا انا مش عاجبني كل ده. هما كمان بقوا يبصولي بصات غريبه، مش عاجبهم تصرفاتي. لقيت مع الوقت كمان بيخلقوا لي مشاكل. يعني لو واحده فيهم بيتعمدوا ان هم يعملوا اخطاء في الشغل وبينسبوا الخطأ ده ليا. يعني لو واحده فيهم تيجي تعمل حاجه غلط، ولما يجي الدكتور يسأل مين اللي عمل كده يقولوا له انا، وهم يبقوا عارفين ان الحاجه غلط وهم اللي عاملينها، ويقولوا له انا اللي عملتها علشان يخلقوا لي مشاكل في شغلي. يعني كمان هم ما كانوش طايقيني ومش عايزيني اشتغل معاهم ومش عايزيني اقعد معاهم. فبقت المشاكل تكبر بيني وبينهم، وبقوا كمان يوقعوا بيني وبين الدكاتره ويقولوا كلام للدكاتره انا قلته ما حصلش، ويعملوا تصرفات غلط ويقولوا للدكاتره انا عملتها وده ما يكونش حصل، انا ما كنتش عملت كده. واقول للدكتور انا ما عملتش كده. طبعا الدكتور ما يصدقنيش، دول بقالهم سنين معاه بيصدقهم هم، وانا الجديده ما بيصدقنيش. والمشاكل ابتدت تزيد. ما بقتش عارفه اعمل ايه، ما بقتش عارفه اتصرف ازاي. حاولت برضو ان انا اتكلم معاهم للمرة التانية، ده حرام وده ما يصحش وده عيب. قالوا لي فك كده، احنا بنضحك، احنا بنهزر، وبعدين احنا بنعتبر الشباب دول خواتنا. كمان بيخلعوا الحجاب ويقعدوا بشعرهم قدامهم. فانا بقول لهم كده غلط. قالوا لي دول احنا معتبرينهم خواتنا وهم معتبريننا اخواتهم، واحنا بنضحك ونهزر عشان نعدي الوقت. انت عارفة الليل طويل والشفت بيبقى طويل جدا، وكل شوية ناس تعبانة، وكل شويه قرف واحنا تعبانين، وكل شويه الشغل بيبقى تعب علينا وضغط علينا. فاحنا بنضحك ونهزر من باب ان احنا نعدي الوقت ونتسلى ونعدي الليله عشان الليله بتبقى طويله علينا، وكلام من ده. فكي كده، خليكي معانا واضحكي وهزري وما تبقيش معقده، وتعالي اقعدي معانا واضحكي وهزري. وعايزيني اخلع الحجاب زيهم ويلمسوني بقى، ويبقى كده في تلامس وهزار باللمس ومسك ايدين وحاجات من دي. انا ما كنت رافضه كل ده، وما كنتش قادره اتاقلم معاهم ابدا. طبعا انا كنت كان رد فعلي ان انا اخد جنب واتجاهلهم خالص وما اتكلمش معاهم. بس انا دلوقتي تعبانه جدا، تعبانه نفسيا. انا مش مرتاحه في المكان، مش عارفه اسيب الشغل، عليا اقساط وعليا جمعيات والمصروف اللي بديه لامي. فانا مش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. من فضلكم قولوا لي اعمل ايه واتصرف ازاي، علشان انا مش عارفه اعمل ايه ومش عارفه اتصرف ازاي. هل ان انا ادخل معاهم في تصرفاتهم والتجاوزات اللي هم بيعملوها دي علشان استقر واقعد في الشغل والتزم بالمسؤوليات اللي عليا، ان انا ادي ماما المرتب الشهري اللي بديهولها، وان انا اسدد جمعياتي واقساطي واصرف على نفسي واجهز نفسي، ولا ان انا اسيب الشغل وادور على مستشفى تانية. انا مش متاكده، مش عارفه اذا كنت هلاقي مستشفى كويسه وصوتها واسمها كده مسمع ومرتباتها كويسه زي دي ولا لا، ولا ارجع اشتغل بالدبلوم زي ما كنت في محل بملاليم. انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتصرف ازاي. من فضلكم قولوا لي اتصرف ازاي. بصي حبيبتي، هقولك حل لمشكلتي دي من وجهه نظري، وطبعا هستنى راي الناس اللي بتسمعنا في التعليقات. اولا انت صح ولا يصح الا الصحيح. يعني انت صح وتصرفاتك صح، بس مش معنى ان في فئات كده في التمريض يبقى كل البنات كده او كل الشباب كده. لا، كل شغل فيه الحلو وفيه الوحش، كل مكان فيه الحلو وفيه الوحش. انت دلوقتي بتتكلمي عن فئات من الممرضات. انت تقدري تطلبي نقلك في الشغل ده لاي قسم تاني. القسم ده فيه بنات مش كويسه، هتلاقي قسم تاني فيه بنات كويسه. مش كل الممرضات مش كويسات، في ممرضات انا عاشرتهم انا شخصيا بنفسي
كويسين وملتزمين وبيخافوا ربنا ومحترمين جدا ومخلفين ومتجوزين وزي الفل ومحترمين قوي، وحافظه نفسها وحافظه عرضها وحافظه شرفها، وست محترمه او بنت محترمه جدا. يعني مش علشان في نماذج مش كويسه نعمم ونقول ان كل التمريض او كل الدكاتره مش كويسين، لا، في فئات كويسه جدا. الفئه اللي انت بتتكلمي عليها دي فئه بسيطه جدا مش كتير، يعني دي فئه قليله. تاني حاجة، انت تقدري تطلبي نقل من القسم ده تروحي اي قسم تاني وتدي نفسك فرصة تانية ان انت تتعرفي على ناس، وممكن الناس دي بالفعل تكون بنات وشباب كويسين جدا. مش كل البنات والشباب بيتصرفوا نفس التصرف ده او بيتجاوزوا نفس التجاوزات دي. تالت حاجة، انت ممكن تستقيلي خالص وتقدري تدوري على شغل في مكان تاني، بس لو في حالة الاستقالة انا ما برجحش ابدا ان انت تسيبي شغلك ده غير لما تلاقي شغل تاني. يعني انت خليكي في شغلك ده وقدمي السي في بتاعك في اكتر من مركز في اكتر من مستشفى، ولما يجيلك شغل تاني تقدري تستقيلي وتروحي الشغل الجديد، علشان بس الاقساط والجمعيات والالتزامات اللي عليكي كل شهر. النقطة اللي بعد كده، انت صح طبعا حافظي على نفسك وعلى شرفك، مفيش اي حاجة تستدعي ان احنا نتجاوز او ننزل من نفسنا او نبيع في شرفنا او نبيع في اجسامنا علشان الفلوس او علشان اي سبب من الاسباب. انت صح، مفيش حد يقدر يغلطك ابدا. خليكي ماشيه وتاكدي ان انت صح، وخليكي مصره وموافقه على مبدأك ده، ان العيب عيب والحرام حرام، والواحده لازم تحافظ على نفسها وعلى شرفها، مش علشان اي حد، علشان خاطر نفسها، علشان جسمك ده امانه ربنا عطاها لك هيحاسبك عليها يوم القيامه. انت استغلتيها ازاي؟ انت اتعاملتي معاها ازاي؟ انت حافظتي عليها ازاي؟ انت ما حافظتيش عليها وبعتيها لكام واحد ازاي بالفلوس؟ كل ده احنا هنتحاسب عليه. حاولي تشوفي شغل تاني، علشان انت لو كملتي معاهم، انت بتقولي ان هم بيسببوا لك مشاكل وبيوقعوا بينك وبين الدكاتره. في دكاتره كتير 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 محترمين، مش علشان نموذج دكتور او دكتورين طلعوا مش محترمين نقول على كل الدكاتره مش محترمه، مش علشان ممرضه ولا 2 ولا 3 مش محترمه نقول على كل الممرضات مش محترمه، لا. انت بنت اصول ومتربيه ومحترمه، حافظي على مبدأك، حافظي على نفسك، خليكي ثابته على مبدأك ده. الارزاق بين ايادي الله، محدش عارف رزقه فين، وان شاء الله باذن الله تلاقي شغل في قسم تاني او تلاقي شغل في اي مستشفى تانية بنفس المرتب او مرتب احسن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. خليكي عارفه ومتاكده من كده، احسني الظن بالله، خلي عندك حسن ظن بالله ان انت هتمشي وحافظتي على نفسك علشان خاطر ربنا، واكيد ربنا اكيد اكيد تاكدي هيسبب لك رزق في مكان تاني في مستشفى تانية بنفس المرتب او بمرتب احسن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا رب اكون قدرت افيد حضرتك في حل مشكلتك. مستنيه طبعا راي الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا هنا في التعليقات، يكتبوا رايهم لحل المشكله للبنوته اللي بعتت لنا مشكلتها، علشان تقدر تلاقي حل لمشكلتها وتستفيد مننا كلنا. اتمنى اكون استفدتوا من مشكله النهارده. ما تنسوش تتابعوني على قناتي على اليوتيوب باسم مشاكل وحكايات في حياتنا #هبه حنفي، وكمان تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك باسم مشاكل وحكايات في حياتنا #هبه حنفي. بحبكم، اشوفكم فيديوهات تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.